السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لو بتحتاري كل يوم هتاكلي ايه، هتطبخي ايه، هتتغدي ايه، اشتركي في قناتي وكل يوم هنزلك اكلاتي وخدي فكرة واطبخي بكرة. والنهاردة هنعمل فطار سهل ولذيذ وطبعا خفيف على المعدة كده، ونبدأ ونقول بسم الله. زي ما انتم شايفين حضرت اللبن بتاعنا وغلا وفار كده، وهنحضر طبعا هنعمل طاجن رز المعمر، طاجن سهل كده بطريقة سهلة. لو بيبوظ منك ان شاء الله بعد الطريقة دي هيظبط معاكي وهتكرريه على طول بإذن الله. هندهن كده معلقتين من السمنة، الطاجن بتاعنا اي طاجن عندك براحتك، بس اهم حاجة يعني في الموضوع ان انت تدهني السمنة وتكتري السمنة بحيث ان هو ما يعجنش منك ولا يلزق منك الرز بإذن الله. دهنا كده الجوانب والقعر المعلقتين بتوع السمنة البلدي كده، معلقتين كبار محترمين، ونكون غاسلين الرز بتاعنا ومصفينه طبعا. تحطي الرز يبقى نص الطاجن، هتعملي طاجن كبير يبقى هتوسعي شوية كده بحيث ان الرز بتاعك ما يعجنش او يبقى مكلكع فوق بعض، لا. فانا طبعا اول نصيحة مني ليكي ان انتي لما تحطي الرز يبقى واخد نص الطاجن كده. بما ان انا عندي اطفال صغيرين مش بياكلوا كتير، فانا هعمل يا دوب كده كوباية ونص هتكفي الطاجن الصغير ده، ورشة لهم كده رشة ملح ورشة سكر. وبعدين هننزل باللبن السخن بتاعنا، طبعا هو غلى وتمام التمام. هننزل على الرز كده ونديله تقليبة. اهم حاجة اللبن بتاعنا يغطي الرز كده بحبة بسيطة، وزي ما اتفقنا الرز بتاعنا يبقى نص الطاجن بحيث انه لما يزيد ما يطلعش بره الطاجن بتاعنا. فزي ما انتم شايفين كده، لو موجود عندك قشطة او وش بتاع لبن كده بتشيليه في الفريزر ممكن تحطيها كده يديله غناوة. مش موجود عندك زي عندي انا كده، كنت صاحيه طبعا فما حبيتش ان انا اشتري قشطه، قلت خلاص انا احط كده معلقتين سمنه بلدي هيدوهم طبعا غناوه وهيدوهم ايه، اللون الذهبي اللي احنا بنستناه كده من القشطه طبعا. فهحطه كده في الفرن طبعا على نار هاديه لحد ما نعمل الوصفه التانية بتاعه الفطار. طبعا طاجن الرز المعمر ده يعتبر طاجن كده جانبي جنب الجلاش، هنعمل جلاش باللحمة المفرومة. هو ده يعتبر اللي فيه اللحوم، مش هنعمل اي حاجة فيها لحوم غير هو الجلاش كده باللحمة المفرومة. انا كان عندي حبة لحمة مفرومة كده عصقتهم طبعا قبل رمضان بحيث ان انا ينفعوني كده وقت ما احتاجهم اطلعهم. كلنا عارفين بنعصق المفروم ازاي، بس حبيت ان انا اقول لكم كده انا بعصجه ازاي. بنزل بالبصلايه وبعدين اللحمه شوحها كده مع بعض، وبعدين ننزل طبعا بالفلفل تقليبه، وننزل بالمعلقه من الثوم معلقه صغيره عشان يديها ريحه كده جميله. بعد ما كله كده يتشوح وياخد من قلب بعض طبعا، وهننزل بالتوابل ملح وفلفل اسود وكزبره ناشفه ومكعب مرق عشان يعزز لك الطعم كده. هتنزلي بحبه الصلصة دي بتخلّي لِك اللحمة المفرومة طرية ومش مفرولة معاكِ، بتبقى juicy كده وجميلة الصراحة، هتشوفيها في آخر الفيديو في قلب الجلاش بإذن الله. هنحضّر الصينية اللي إحنا هنعملها كده، وهنقيس مقاسها كده ونحدد بالسكينة. الزيادات طبعًا اللي طلعت إن شاء الله هنستعملها مش هنرميها، ما تستغنيش عن أي حاجة. هتدّيها طبعًا ارتفاع، الحاجات اللي طلعت منها دي هنحطها في قلب الصينية بإذن الله، بحيث إن إحنا ما نستغناش عن أي حاجة طلعت من الجلاش بتاعنا. زي ما أنتم شايفين كده الوصفات اللي أنا باعملها دي طبعًا ليّا أنا والأطفال، مش موجود معانا حد ولا معزوم معانا حد النهارده، فعشان كده قُلت نعمل حاجة سهلة وخفيفة وفي نفس الوقت تبقى تعجب الأطفال. بيحبوا الجلاش باللحمة المفرومة، بيطلع طعمه خطير. لو جربتِ الطريقة اللي إحنا هنعمله بيها دي هتحسي إن أنتِ بتاكلي رقاق باللحمة المفرومة مش جلاش. زي ما أنتم شايفين حطيت طبقة من السمنة كده، أنا سيحت سمنة بلدي على سمنة نباتي. انت حابة تعملي اللي انت عايزاه، سمنة بلدي بس سمنة نباتي بس براحتك. هنحط رشة كده من تحت بحيث ان الجلاش اللي من تحت برضو ياخد قرمشة كده. لو مش بتحبيه قرمش خلاص استغني عن السمنة اللي من تحت، بحيث ان هي كده كده هينزلك من اللحمة المتعصجة دهون. فانت براحتك، عايزاه يقرمش معاكي من تحت حطي سمنة وكتري السمنة، مش عايزاه يقرمش عايزاه يبقى وسط يبقى قللي السمنة او استغني عن السمنة. كده كده احنا حاطين مادة دهنية طبعا في اللحمة المفرومة. هننزل بالكمية بتاعتنا كده باللحمة المفرومة، وهنغطي عليها الجلاش بتاعنا اللي احنا قطعناه. هنا خلصت الكمية كده كلها، وهبدأ أرص الطبقة التانية.
كل الزيادات اللي طلعت من الجلاش هنبدأ نغطي بيها كده اللحمة المفرومة بتاعتنا، وهنبدأ الطبقة التانية. طبعا أنا قاسمة الجلاش نصين عشان نحط جزء من تحت كده وجزء من فوق، واللحمة المفرومة بتاعتنا في النص، زي ما احنا اتعودنا نعمل مع بعض كل الوصفات مع بعض. طبعا أكيد بنستفاد من بعض ولو شيء بسيط. طبعا في ناس بتحب تسقي الجلاش بتاعنا بلبن وبيضاية كده، كوباية لبن وتدوبي فيها بيضاية وملح وفلفل اسود وترشيها على الوش. وفي ناس بتحب تعملها زي الرقاق. انا عن نفسي بحب اعمله بالطريقة بتاعة الرقاق، يعني كوباية شوربة كده وفي مكعب مرق، وطبعا الشوربة بتاعتنا بتبقى متبلة جاهزة، وتنزلي كده. احنا طبعا قطعنا الجلاش بتاعنا التقطيعة المناسبة اللي انت حباها، حابة تعمليها مربعات، حابة تعمليها مثلثات، التقطيعة اللي انت تحبيها. بس افضل طريقة انت تقطعي كده التقطيعة اللي انتوا شايفينها دي، فانا حبيت اعملها كده تبقى القطع، الطفل ياخد قطعة كده مربعة تغذيه، ومعاها حبة كده من الطاجن الرز المعمر اللي احنا عملناه. وهنعمل الحلو طبعا، فهيبقى فطار سهل ولذيذ وفي نفس الوقت مغذي بإذن الله. هنحط كده حبة سمنة من اللي احنا مسيحينهم كده على الوش عشان يدينا اللون الذهبي، وفي نفس الوقت تبقى كل طبقة بطبقتها كده، ما يبقاش معجن معاكي لما نحط الشوربة بتاعتنا. هيديكي القرمشة وفي نفس الوقت هيديكي الطراوة. بعد طبعا ما رشينا رشة من السمنة كده، هتغلي كوباية من الشوربة. أنا الشوربة دي ببقى عيناها في الفريزر وقت ما احتاج كده، ما بحبش الصراحة أستغنى عن حاجة، بحطها كده في علب، ووقت ما احتاج أخد شوية شوربة للرز. لو مش عندي فراخ ولو مش عندي شوربة أطلع من الفريزر، أعمل بيهم حبة رز، أعمل بيهم أي حاجة، أعمل بيهم لسان عصفور، فما استغنيش عن الشوربة بتاعتنا. زي ما انتم شايفين غليت كوباية كده أو شوب من الشوربة، وحطيته كده، وحطيت معاه مكعب مرق بحيث ان هو يعزز لك طعم الشوربة كده ويديها غناوة. حطيت عليها معلقة من السمنة البلدي عشان ياخد اللون الذهبي ان شاء الله. بما ان احنا مش عاملين خضار في الاكلة بتاعتنا، فقلت كده اقطع لهم حبة خيار وحبة طماطم عليهم رشة ملح وفلفل اسود، ويبقى عملت لهم سلطة كده خفيفة جنب الطاجن بتاع الرز المعمر وجنب صينية الجلاش. وطبعا الأطفال بيحبوا البطاطس المحمرة جنب أي أكلة، الصراحة بيحبوا إن أنا أعمل لهم بطاطس محمرة ومعاها كاتشب كده، فأنتي حمري لهم كده وفرحيهم. وزي ما انتم شايفين الطاجن بتاعنا استوى وأخد اللون الذهبي الجميل، ومقرمش من فوق كده ومقرمش من تحت ومن جوه طري، كأنك بالظبط لما تيجي تاكليه إن شاء الله هتفتكري إن أنا قلتلك هيبقى طعمه زي الرقاق بالضبط إن شاء الله. أنا لمّا كنت باعمل الرقاق كنت باعمله بنفس الطريقة دي، فطبعًا بما إن الرقاق مش بيبقى متوفّر كتير، فطبعًا البقال بيبقى عنده جلاش كتير، فباعمله بنفس طريقة الرقاق. زي ما اتفقنا، حابة تعمليه باللبن وبالبيض، اعمليه براحتك. زي ما أنتم شايفين برضه الطاجن الرز المعمّر بتاعنا طلع، يبقى إحنا كده ما اتكلفناش في الأكلة دي غير يا دوب حبة اللحمة المفرومة اللي إحنا حطيناهم، وآدي الرز موجود عندنا والجلاش عملناه كده. يبقى عملنا فطار النهاردة طاجن الرز المعمر الجميل اللي ياخد اللون الذهبي الجميل، وزي ما انتم شايفين حبة السلطة وحبة البطاطس والجلاش الحادق والجلاش المسكر. ان شاء الله كده نزلت لكم فيديو شورتس عن الجلاش المسكر، زي ما انتم شايفين شكله بيتكلم عن نفسه. وده كان فطار النهاردة وتحلية النهاردة، وزي ما انتم شايفين كده فطار سهل وخفيف وسهل وسريع، مش هياخد منك وقت ولا مجهود. كل حاجة تعمليها كده وتدخليها الفرن وتستني هي تستوي مع نفسها كده. الصراحة ما أخدش معايا وقت ولا مجهود، وخصوصا ان انا كنت معصجة اللحمة وشايلاها. زي ما انتم شايفين الطاجن بتاعنا طالع خطير كده، نفتحه مع بعض ونشوفه من فوق كده مقرمش واخد طبقة ذهبي، ومن جوه مفلفل الصراحة، ما فيهوش مش معجن ولا اي حاجه، كل رزايه برزتها كده. زي ما انتم شايفين مفلفل من جوه ومقرمش من بره، يعني الصراحه لا يعلى عليه الصراحه، والاطفال حبوه. وادي الجلاش بتاعنا طالع خطير وطعمه خطير الصراحه. وادي الجلاش بتاعنا الصراحة واخد طبقة مقرمشة من فوق وطبقة مقرمشة من تحت، ومن جوه طري وجوسي، وزي ما انتم شايفين اللحمة المفرومة بتاعتنا وشكله بيتكلم عن نفسه. وده كان فطار النهاردة وتحلية النهاردة. يلا كده لو استفدتي بأي حاجة ما تنسناش باشتراك ولايك، وخدي فكرة واطبخي بكرة، وبألف هنا وشفا لكم ولي